تصدر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية الثلاثاء المقبل الموافق 9 سبتمبر 2025 قرارها بشأن استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد المستشار مروان الجندي محامي هدير عبد الرازق في تصريحات لصدى البلد أن موكلته تم عرضها على قسم شرطة الطالبية، حيث تم تقديم معارضة قانونية على الحكم الصادر بحقها قبل أن يتم إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها من قسم شرطة التجمع الأول في القاهرة الجديدة. وأشار الجندي إلى أن موكلته أصبحت ملزمة بالحضور أمام المحكمة الاقتصادية في الجلسة المحددة بتاريخ 3 أغسطس المقبل لاستكمال النظر في القضية المقامة ضدها، مؤكدا التزامها الكامل بالإجراءات القانونية. وفي السطور التالية نرصد الأزمات المتتالية التي حلت على البلوجر هدير عبد الرازق، حيث كانت نهايتها داخل السجن، والمفاجأة أنها على ذمة قضايا أخرى تبين صدور حكم قضائي ضدها بالحبس. الأزمة الأولى: بدأت الأزمات بخلاف بينها وبين طليقها بسبب خناقة داخل شقة في القاهرة الجديدة، حتى تطور الأمر ووصل إلى نيابة القاهرة الجديدة. وبعد ما يقرب من 6 ساعات متواصلة في التحقيق مع الطرفين، تم التصالح بين البلوجر هدير عبد الرازق مع طليقها أمام النيابة في القاهرة الجديدة في واقعة الفيديوهات المنشورة والتعدي عليها بالضرب. وقالت البلوجر هدير عبد الرازق إن الشخص الماثل أمام النيابة كان زوجي منذ عام وتم الطلاق بيننا، وبعدها وقعت خلافات حادة بيننا، وتدخل خلالها أطراف من الأسرة للصلح، ولكن المحاولات باءت بالفشل.